كان وقت الظهر وزحمة العتبة على آخرها، وصوت البياعين وندهات المحلات وريحة القهوة طالعة من القهاوي القديمة. وسط الزحمة دي كان في محل دهب قديم فاتح بابه، فاترينا مليانة سلاسل وخواتم بتلمع، وجوه ستات لابسة دهب تقيل. وواقف عم حسن حارس المحل على الباب بيراقب الناس وبيحافظ على النظام. والباب انفتح بهدوء ودخلت مريم، بنت عندها حوالي 11 سنة، حافية بس لابسة فستان قديم بس نضيف، وفي ايدها كيس بلاستيك اسود باين عليه تقيل. خطواتها كانت خفيفة بس سابت أثر بسيط على أرضية المحل. عم حسن بصلها من فوق لتحت وقال لها: يا بنتي، المكان ده مش للشحاتة، من فضلك اطلعي برا. مريم ما ردتش ولا اتكلمت كلمة، مشيت بهدوء ناحية الترابيزة الزجاجي اللي قدام الفاترينا. عم حسن صوته عالي وقال لها: أنا قلتلك اطلعي برا. وفجأة قلبت الكيس على الترابيزة، ورنات الفكة كانت عالية ملت المكان كله، جنيهات وخمسات وعشرات، عملات قديمة كلها بعضها متوسخ من كتر اللفة. كل اللي في المحل سكتوا، الزباين قربوا يشوفوا في ايه. واحدة من الستات قالت: يا ساتر. خرجت الست نورة صاحبة المحل من المكتب وقالت: في ايه؟ ايه الصوت ده؟ قال لها عم حسن: بنت داخلة تشحت يا مدام. رفعت مريم راسها وقالت بهدوء: أنا مش شحاتة. وطلعت ورقة قديمة من جيبها وقالت: أنا جاية أفك دهب أمي. نورة مسكت الورقة وبصت فيها وقالت: عقد دهب مرهون من سنة. وقالت: المبلغ 5000 جنيه. معاكي قد إيه يا مريم؟ مريم بصت على الفكة، قالت لها: دول 4800 جنيه. قالت لها: كده ناقصين 200. نورة بصت لها وسألتها: طب جبتيهم منين؟ قالت لها: كنت بجمع بلاستيك وكرتون من المحلات وأساعد ستات في السوق. شلت كل جنيه سنة كاملة. وبابتسامة خفيفة: بكرة عيد ميلاد ماما وحابة أفرحها. المكان بقى هادي بس الهدوء المرة دي كان دافي. نورة ابتسمت ودخلت الخزنة ورجعت بعد شوية ومعاها علبة قطيفة حمرا. فتحتها قدام الكل وطلعت العقد كامل وقالت لها: خديه يا مريم، العقد رجع لصاحبته. مريم عينها وسعت من الفرحة بس الفلوس ناقصة. نورة قالت لها: انتي دفعتي تمنه بتعبك ونيتك، وال200 جنيه دول خليهم علينا. واحدة من الستات اللي كانوا واقفين قالت: والله بنت أصول. واحد تاني قال: ربنا يبارك لك يا ست نورة. عم حسن قرب من مريم وقال لها: سامحيني يا بنتي، أنا اتعلمت درس كبير قوي النهاردة. مريم لمت الفكة في الكيس وحطت العقد في شنطتها، ووشها كان منور بابتسامة. خرجت من المحل وهي ماشية بهدوء وسط الناس. ووصلت مريم البيت ودخلت على مامتها وقالت لها: يا ماما، شوفي جبتلك ايه. فتحت الأم العلبة، فرحت قوي وضحكت وحضرت مريم وقالت لها: أكبر هدية مش العقد، الهدية الكبيرة هو إنك بنتي. ضحكوا الاتنين والبيت الصغير اتملى نور وضحك. والعتبة فضلت زحمة زي ما هي، بس محل الدهب من يومها بقى معروف إنه بيبيع دهب وبيفرح القلوب. لو القصة فرحت قلبك اعمل لايك واشترك في القناة علشان توصلك دايما حكايات بتعلمنا إن الطيبة لسه ليها مكان في الدنيا. فعل الجرس وخليك معانا علشان كل حكاية جديدة تسيب أثر حلو في قلبك. وبكرة حكاية جديدة من حدوتة صغنونة.